الطرق الصعبة غالبا بتؤدي لأماكن جميلة، لكن الكلام ده مش دايما بيحصل. زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي في تجميعة اللقطات المجنونة دي، هتعرف ان الرحلة مش دايما زي ما الواحد كان بيتخيل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. بدل ما يهدي ويفكر في حل المشكلة، قرر سواق الشاحنة انه يدوس بنزين ويكمل على طول. حرفيا الموتوسيكل مش نافع نفسه تاني. توقيت مثالي لدرجة ان محدش كان متوقع كده خالص. سباق سرعة بين الطفل وعربية المية، يا ترى مين اللي هيكسب؟ يس. لو شفت منظر زي ده على الطريق، احسن لك تلف وترجع وتاخد اليوم ده اجازة. العملاق ده قرر ياخدها مشي على الارض، ودي كانت النهاية. المتظاهرين دول قرروا يعملوا حركة مجنونة عشان يوقفوا الطريق، بس النهاية ما كانتش حلوة خالص. المنظر ده عمرك ما هتشوفه غير في سلطنة عمان. عاصفة ترابية ضربت طريق القاهرة السويس وخلت السواقة شبه مستحيلة. اللي عدى في اليوم ده بسلام أكيد يستاهل ميدالية. أول مرة أشوف عربية عندها زغطة. الناس دي بتجري بالشكل ده ليه؟ أكيد لازم يكون فيل هو اللي هيخليهم يجروا كده. الراجل مش مقتنع انه ماشي عكس الطريق، بس العدالة لازم تاخد مجراها. اهي دي بقى اول عربية بتتحدى الإعاقة. دي آخرة اللي يقرر يمشي على الجي بي اس. تصدق طلعنا ظالمين الجي بي اس؟ الناس في الهند متعودين على التماسيح اللي بتظهر وقت الفيضانات، بيقدروا يشيلوها من المناطق السكنية بكل هدوء. بس لو حصل معاك كده يبقى لازم تسيبها لحد خبير وما تجربش تعمل بطل. هنا مفيش حدود بين حركة المرور على الطريق وحركة المرور في الجو. أنا حاسس بالهزات من ورا الشاشة. بنشوف هنا هروب ملحمي كأنهم في لعبة بقاء، والسواقين ماشيين وسط زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر في تايوان. النهاردة حظ الراجل ده اتضرب في 2،
قدر يهرب من المنافس بتاعه، وفي نفس الوقت قدر يتفادى الشجرة اللي وقعت. السواق ده أظهر شوية وعي لما قدر يعوض الضرر اللي حصل بسبب حمولته. الانتقام جه فوري. أنا عدتها 3 مرات عشان أفهم حصلت إزاي. شوارع سان مالو في فرنسا غمرتها المية خلال المد العالي الغير المعتاد. خلي بالك من التوقعات الجوية وعدل خططك عشان تكون في أمان. ودلوقتي جه الوقت اللي لازم يطلعوا فيه ترخيص عربياتهم الغريبة دي. العمال اتفاجئوا أول لما شافوا صاعقة برق بتضرب قريب منهم. الفولت بتاعها ممكن يوصل ل 126 مليون فولت، لكن لحسن الحظ مفيش أي ضرر حصل. دلوقتي بس فهمت ليه الطرق في أمريكا الشمالية دايما فيها يفط عن الغزلان. الحرامية وصلوا ليفل الوحش في السرقة. انت محتاج معجزة عشان تثبت ان الحيطة هي السبب. بعد ايام من الاختفاء، الموتوسيكل قدر اخيرا يرجع البيت. مش معنى انك شغلت الاشارة يبقى ليك الحق تقطع الطريق. يلا اهو خد جزاؤه. هي فكرة جامدة عشان تكون الصورة جامدة، بس يا ريتها كانت فكرة مش أكتر. أنا مش عارف ليه حسيت إني سمعت صوت تنهيدة السواق. في الجو ده لو مراية العربية بس هي اللي اتكسرت فده يعتبر حظ رهيب للسواق. العربية دي مش بس بتقدر ترجع لورا، دي بتكسر كل قواعد المنطق في عالم العربيات. تصميم فريد بيخلي الجميع في حالة من الدهشة والذهول.
ده ايه ده بقى؟ سلالة جديدة مكان الكلاب ده ولا ايه؟ دي مش خدعة بصرية ولا مشهد من فيلم، دي لحظة حقيقية تم تصويرها بالكاميرات. Yeah, let's go see. I got the medkit. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.